والدفاع ضد جميع الهجمات الداخلية والخارجية. ولدت في مدينة بيرست الكردية تجسيد للطاقات النضالية النساكنة، هي انبثاق التاريخ ضد التعذيب الوحشي الذي يندر مثيله. قراءة لمحة بسيطة عن حياة رفيقة ساكنة جانسوس الذي استهدفتها كانت لا تروب للدول كانت قد وضعها على اللائحة الحمراء في آذار عام 2007، وتم اعتقالها في فرنسا لمدة شهر ونصف في سجن دامون. هي أن كل شهادة في هذه الحركة تزيد من أثر المقاومة تعزز. ليلى والرفيقة وكلهم أيضا نحن نشوف ثورة المرأة بإيران، شلون المرأة ثارت، لأنه القمع اللي توجه للمرأة في كافة الشرق الأوسط صار في دافع عند النساء إنه يدافعون عن الحرية، ونحن نقتدي بهاي الشهيدات اللي هم حاربوا وناضلوا وما اهتموا للتعذيب، مثل الرفيقة الشهيدة غازة تعرضت لأبشع أنواع التعذيب ولكن لم تستسلم، قاومت وتعذبت وناضلت في سبيل حرية المرأة. عن الأمس واليوم والغد أنها مسيرة القيم الجميلة، أنها تمثل مجموعة العدالة والحق والمساواة والحرية البارزة في كدح للمرأة. هي مناضلة أمية تميزت دوما بالإيمان الثورة والمعنويات العالية. ذلك 3 هجمات استراتيجية على الثورة ونضال المرأة.